لو مسكنا كل منطقة في مصر لوحدها هتلاقي تاريخ ما بيخلص وأزياء ما بتنتهيش، وملابس الصعايدة زمان كانت حاجة تانية خالص وتستاهل نقول عنها كتير. يلا بينا يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهار رشاد. صعيد مصر هو جزء كبير جدا من مصر وبيشمل معظم المناطق تحت القاهرة لحد جنوب مصر، وبيتميز بالحياة البسيطة والعادات والتقاليد اللي ليها تاريخ طويل جدا. خليني اديكي شوية معلومات عن الصعيد. الصعيد بيبدأ من بعد القاهرة، يعني من تقريبا كده محافظة الجيزة لحد جنوب مصر في أسوان، وكمان بيضم محافظات زي المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وطبعا أسوان. دي كلها أماكن معروفة في الصعيد. أهل الصعيد مشهورين بالجدعنة والكرم، عندهم طابع خاص في التعامل، يعني لو زرت حد في الصعيد هتحس بضيافة واحترام. كمان في الصعيد العيلة ليها دور كبير جدا والأهل مرتبطين ببعض بقوة. في الصعيد الناس بتتكلم بلهجة خاصة بيهم، وهي لهجة تعتبر أقوى وأوضح من باقي اللهجات المصرية، لكن عشان القرى والمدن الصعيدية كتير في شوية اختلافات بين اللهجات حسب المكان. مثلا في أسوان تلاقي لهجة مختلفة عن لهجة الأقصر أو المنيا. والصعيد مشهور بالأراضي الزراعية الخصبة خصوصا حوالين نهر النيل. الزراعة هي المصدر الرئيسي للرزق في الصعيد، والناس هناك بتزرع حاجات زي القمح، الرز، الطماطم والخضار بشكل عام. كمان في شغل كتير في تربية المواشي، وعندهم طقوس خاصة في الأعياد والمناسبات. في رمضان بيعملوا موائد إفطار كبيرة، وفي العيد بيحتفلوا بعادات والتقاليد قديمة زي الحنة والزفة. كمان في مناسبات خاصة زي الأعراس بيكون في احتفالات ضخمة وأسلوب احتفالي مميز. تعالوا بقى نتكلم عن اللبس في الصعيد. اللبس في صعيد مصر ليه طابع خاص ومميز جدا بيختلف عن باقي الأماكن في مصر. في تفاصيل دقيقة في الملابس سواء للرجالة أو للستات، وشايل في طلته العادات والتقاليد. خليني أقولك عن تفاصيل اللبس. زي ما قلت قبل كده ملابس الستات في الصعيد بتتسم بالبساطة والاحترام للتقاليد، أما بالنسبة للرجالة بيحبوا يلبسوا الجلباب بشكل تقليدي، وده زي واسع بيكون غالبا لونه أبيض أو بني، وبيكملوا اللبس مع الطربوش والشال. لبس الستات بيختصر فيه الملاية اللف، ده الزي الأشهر للستات في الصعيد. هي حتة قماش طويلة بتلفها الست حوالين جسمها وتمسكها كده بشدة عند الخصر، وبيكون لونها غالبا اسود او ازرق. الملاية بتغطي الجسم كله وبتظهر بشكل محافظ، وهي تعبر عن البساطة والاحترام للتقاليد. الفستان الصعيدي. الفستان الصعيدي في المناسبات الكبيرة زي الأعراس أو الأعياد. الستات في الصعيد بيلبسوا فساتين صعيدية مميزة. الفساتين دي بتكون طويلة وواسعة وعليها شوية تطريزات يدوية بس رائعة، وبيتم اختيار الألوان الزاهية زي الأحمر، الذهبي أو الأخضر. البرقع أو النقاب في بعض الأماكن مش كلها خصوصا في القرى الستات بتلبس البرقع أو النقاب اللي بيغطي الوش بالكامل ويظهر العينين بس. ده جزء من العادات الدينية والتقاليد. الحجاب. الستات في الصعيد بيحبوا يلبسوا الحجاب، بس في اختلافات في الأشكال.
الحجاب ممكن يكون بسيط أو مزخرف وبيغطي الشعر والرقبة. طب والإكسسوارات؟ الستات في الصعيد مشهورين بلبس الإكسسوارات، خصوصا الذهب. ممكن تلاقيهم لابسين خواتم وحلقان وأساور من الذهب أو الفضة في الأعراس والمناسبات الكبيرة، وبيكون المجوهرات جزء مهم من مظهرهم. الحرير، في بعض الأحيان الستات في الصعيد بيلبسوا شيلان أو شالات من الحرير، خصوصا في المناسبات الخاصة. في بقى المناسبات الدينية أو العائلية اللبس بيكون أكتر تحفظا، جلباب أو ملاية لف بيكونوا جزء أساسي من لبسهم. في الأفراح اللبس بيكون أكتر تميزا، وبيشمل فساتين مبهجة جدا مع تطريزات دقيقة جدا، وكمان بعض الستات بيلبسوا مكملات زي العقال أو الطرحة في المناسبات الكبيرة. طب وألوانهم عبارة عن إيه؟ هما ليهم ألوان معينة؟ الألوان في اللبس الصعيدي غالبا ما بتكون هادية في الملابس اليومية العادية زي الأبيض، البني، الأسود، ولكن في المناسبات بيتم اختيار الألوان الزاهية والمتنوعة جدا اللي بجد تسر العين. اللبس في صعيد مصر مش مجرد لبس، ده جزء من الهوية الثقافية والاجتماعية للناس هناك، بيجمع بين البساطة والمحافظة في نفس الوقت. بشكل عام الصعيد هو جزء مهم جدا من مصر بكل ما فيه من تاريخ وثقافة وعادات. ورغم التطور اللي بيحصل في باقي أنحاء مصر إلا أن الصعيد محافظ على هويته وتراثه بشكل قوي جدا. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن صعيد مصر. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. بجد مستنية تقولولي رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومات كانت مفيدة لكم ولا لأ. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @rodaniastyle، وعلى الويب سايت www.rodaniastyle.com. افتكروا دايما life is a party, dress like it. واشوفكم الحلقة الجاية. باي. Stop.